1962 قامت الدولة الجزائرية بضم الصحراء الشرقية التي انتزعت من المغرب، خارقة بذلك عهودها والتزاماتها المتضمنة في اتفاقية 6 يوليوز 1961. هذا التنكر للماضي أعقبه طمس كل الرموز والسمات التي تدل على مغربية المنطقة من طرف الجيش الجزائري، كما قتل العديد من السكان المطالبين بمغربيتهم في المواجهات بسبب رفضهم لاستفتاء تقرير مصير الشعب الجزائري المنظم من طرف فرنسا. وسبق لجورج سالفي الصحفي السابق في جريدة لوموند الفرنسية التأكيد في إحدى مقالاته أن مدينة كولوم بشار إضافة إلى مدينة تندوف هما مدينتان مغربيتان تاريخيا، يؤكد أنه إلى حدود سنة 1960 كانت أجور الجيش بتندوف تؤدى بالعملة المغربية، فيما ظل سكان هذه المناطق يؤدون الضرائب باسم السلطان ويرفعون الدعاء له في صلاة الجمعة، ينطقون الأحكام